مرحبا شباب. طبعا اكو موضوع صار شغلة ياسر، هي شغلة كل سهلة. صار غلط بين ياسر والدكتور ودخلت بالموضوع اني وحليت الموضوع وياهم ويا المدرب ويا الاتحاد. وهذا الولد موجود ياسر، اخاف احد يقول من يمه يحكي. هذا ياسر موجود، تقدر تشوفون الحقيقة منه. هلو، شلونكم؟ كل شيء ماكو والله. انا بيناتني وبين الدكتور وحكيت ويا يونس وكل شيء اوكي. انا بس نفكر هسه بالتمرين وجايين نشرب شاي. يعني ماكو موضوع غلط، الموضوع اخاف احد يحكي. الموضوع اجى ياسر شرح لي اياه وكانوا يعني ماخذين غير نظرة عليه. الدكتور مسوي يعني غلط منه انه حاكي ويا الدكتور الرجال راح موصله غير شغله. دخل ثاني بينت وجهات النظر ورجع الولد هنا دا يتمرن ويانا وهسه قاعد بالعلاج وقاعدين قاعده حلوه وبعد شوي نروح للتمرين. وبالنسبه للمغتربين لا حد يسمع، مغتربين قاعدين حالهم حال اي لاعب عراقي، وهذا واحد منهم اجى بزوده واخذ مكانه بالمنتخب العراقي، لا بواسطه ولا بهذا. صحيح ولا لا؟ فالحكي هذا كله تفنيد، كل من له حق ياخذ حقه. صحيح ولا لا؟ شفت عمي بالمنتخب شيء يعني واحد اثر عليكم؟ ماكو شيء. هو اهم شيء احنا نريدكم ويانا، لان احنا نريد نساعد المنتخب، نساعد هسه باكر للعبه وللتصفيات مال كاس العالم. يعني احنا كلنا فريق واحد. فهمتوا؟ لا حد يحكي من كيفه. هذا المنتخب منتخب العراقيين جميعا، ومن حق اي لاعب عراقي يجي يلعب بالمنتخب، لكن بشرط يثبت نفسه. مو صحيح؟ اي واحد، كل واحد. ليس حق التجارب، وانما لاعب يجي ياخذ مكانه. الاخ يجي اخذ مكانه، هواي لاعبين يجوا اخذوا مكانه. فنقول لكم لا حد يطلع حكي زايد، لان المنتخب ماشي في تصفيات، وهو حلم العراقيين الوصول الكاس العالم، كاس العالم. حتى ياسر عرفه. شكرا لكم.